السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا مبسوطين وفي احسن حال. عارفه ان انا طولت عليكم قوي المره دي، بس معلش استحملوني، في ايفنت بقى وفي ترتيبات وفي شويه حاجات كده يعني مخليه الواحد مشغول شويه. كنت كلمتكم قبل كده ونزلت لكم بوست بسالكم فيه لو اولادكم اتخانقوا مع بعض هتتصرفوا معاهم ازاي، ولقيت كميه اراء مختلفة وغريبة ومتضاربة، وفي منها مؤذي جدا. زي رأي كده لقيته قريته، لو لقيت ولادي بيتخانقوا مع بعض هدور فيهم الضرب وهنهي الموضوع. اللي هو ازاي يعني، ازاي طفل يكون عمل حاجة وطفل ما عملش حاجة فاضرب الاتنين؟ اول حاجة بناخد بالنا منها لما يكونوا في اطفال بيتخانقوا مع بعض والمفروض ان احنا نتدخل، هي المرحلة العمرية بتاعتهم. لما يكونوا بيبيهات صغيرين بيشدوا شعر بعض او بيقرصوا بعض او بيصوتوا وبيضربوا بعض، غير لما يكونوا في اعدادي وابتدائي وثانوي واكتر. كل مرحلة ليها طريقة تعامل مختلفة مننا احنا كآباء وأمهات، لكن احنا هنمسك في المرحلة بتاعة الأطفال لما يكونوا سن ابتدائي، من أول 5 سنين لحد مثلا 10 سنين 11 سنة، الفترة اللي هي قبل المراهقة دي. أنا بشوف الطفلين اللي بيتخانقوا بحاول أشوف الصورة من بره قبل ما أتدخل. هل هم بيتخانقوا لعب ضرب وهزار وبيتخانقوا صوت عالي بس، ولا الخلاف بتاعهم على المقلمة وعايزينها او حاجة، يعني مش لازم مقلمة، حد فيهم خدها فلا التاني عايز ياخدها وبدأوا يتخانقوا مع بعض ويشدوا مع بعض وبدأ يبقى فيه ضرب بالايد او بدأت فيه الفاظ او كلام على حسب ما احنا متعودين، او حتى لو حاجة غير العادة. على حسب حدة الموقف بتدخل. لما يكونوا بيتكلموا بصوت عالي شوية خلاص ما يتكلموا، هما بيتناقشوا، بس اقدر اللي انا اعرف اعمله لو سمحتوا اتناقشوا في اوضتكم او في مكان خاص بيكم، علشان ما ينفعش ان احنا نتكلم بصوت العالي ده في الشقة مثلا، او يعني خليكم ليكم مساحتكم. تاني حاجة، ما ينفعش اصدر اي حكم. يعني طول ما هم انا شايفاهم عارفين يتفاهموا مع بعض وبيتكلموا وبياخدوا ويدوا، حتى لو كان في حدا ما ينفعش ان انا اتدخل واقحم نفسي ما بينهم. طب امتى اتدخل؟ لو حسيت ان في تشابك بالايد، بدأ الموضوع يبقى فيه ضرب، بدأ يبقى فيه تطاول بالالفاظ، بدأ يبقى فيه حاجة مش طبيعية وحاجة احنا مش متعودين عليها، ولو انا سكت عليها هتزيد فيما بعد، لا هنا اتدخل. ومش هتدخل ما بينهم، انا اتدخل في اللي يخصني، اللي هو لو سمحتوا انا مش هينفع اسمع لفظ خارج، مش هينفع ضرب الايد ده، احنا مش متعودين على كده، وما ينفعش، احنا اخوات ما ينفعش نمد ايدينا على بعض اصلا. هنا اتدخل. منعا باتا الفكرة بتاعت السيئة تعم والحسنة تخص، ممنوع. انت كده بتظلم، ده ظلم بين. ما ينفعش ان احنا نظلم حد فيهم ونقول لا اصل السيئة بتعم والحسنة بتخص، وادام هم غلطوا او حد فيهم غلط فكله يتعاقب. لو رحلة كله ما يروحش الرحلة. انت هتعرف ده الصح من الغلط منين، وهتعرف اللي غلط انه غلط ازاي، واللي مغلطش لما يعمل حاجة كويسة هتعرفه ان هو حد كويس ازاي. ما انت كده الموضوع يبقى سايح على بعضه. ما ينفعش ان انت تظهر تعاطفك الكامل مع حد فيهم لو كان تعبان، لو كان عنده ظروف خاصه. ما ينفعش ان انت تظهر تعاطفك الكامل معاه قدام الطفل التاني علشان ما يحسش بالغيره، وبالتالي يبدا يا اما يكرهه قوي ويبدا ياخد منه موقف وياخد منك انت كمان موقف، يا اما يقلده ويحاول يبين ان عنده مشكله برده زيه علشان تتعاطف معاه. على النقيض بلاقي امهات واباء سايبين الموضوع عادي كده، احنا مالنا دلوقتي، هم زعلانين ومتخانقين بكره يتصالحوا، بيجي بكره وما بيتصالحوش، بيجي بعده ما بيتصالحوش، نكون بنتغدى نلاقي حد فيهم مش موجود، معلش اصله زعلان، اصله متخانق مع اخوه، اصلها متخانقه مع اختها. يوم مع التاني هتبقى دي ثقافه متعارف عليها عندنا، اللي بيتخانق او بيختلف مع اخوه بيخاصموا وما بيكلموش، وشويه شويه مفيش قعده على الاكل، شويه شويه مفيش هزار، مفيش لمه، الموضوع بيوسع مننا ما بنعرفش نتحكم فيه. انا دوري كأب وكأم ان انا الم شمل اولادي. يعني لما احس ان حد فيهم بيطغى على التاني احاول اوجهه واقنن العلاقة ما بينهم بعيد عن الطرف المظلوم، عشان ما يحسش يبقى ليه حقية قوي ان هو لا ده انا مظلوم بقى، ده انا شفت ده حتى بابا جاي معايا. وما ينفعش ان انا ابين للشخص الظالم فيهم ان انا متعاطف مع المظلوم علشان ما يحسش انه هو ان بابا او مامته متعاطفين مع اخوه التاني، يا اما زي ما انا قلت لكم من شويه يزيد في طغيانه لان هو خلاص بقى كده انا مش فارق معاه،
يا اما الموضوع يتحول لمشاعر سلبيه، يبقى عايز يبقى يبوظ علاقتكم ببعض باي طريقه، يا اما يحاول ان هو يكون مصدر تعاطف، ان انتوا تتعاطفوا معاه. العلاقات او طريقه التعامل ما بين الاولاد وبين بعضهم دي محتاجه حنكه كده في التعامل وذكاء ودراسه. انت بتدرس شخصيه طفلك ده وشخصيه طفلك ده علشان تعرف تتعامل معاه ازاي. فحاولوا تفهموا كويس قوي شخصيات اطفالكم، ما تحاولوش او ما تسيبوش الدنيا سايحه ما بينهم من غير رقيب، من غير قواعد ما بينهم، وما تتدخلوش الا لو حسيتوا انكم تدخلكم ليه لازمه. السلام عليكم.